دقيقة على الختام وإذا قول ابن عباس تفضل لك ودنا يعني نذكره. طبعا. عبد الله بن عباس ذكر منزلة الصحابة، فماذا قال في حق الصحابة؟ قال: لمقام أحدهم ساعة، مقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء صحابي وقف مع النبي ساعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لمقام ساعة أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم عمره كله. لو عبد الإنسان ما في أحد يعبد الله عمره كله، أعمارنا نصها رايحة يعني الأولاد وغير ذلك. لو أحد عبد الله جل وعلا في عمره كله لم يبلغ ما بلغ الصحابي ساعة. ثم قال في رواية أخرى: لو يقول في حق الصحابة: مقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. لو واحد جلس 40 سنة يعبد الله، مقام الصحابي مع النبي ساعة خير منه. إذن نعرف أن الصحابة لهم منزلة عالية عند الله، وكذلك منزلة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستوجب في حقنا ماذا؟ أن نحبهم ونواليهم ونناصرهم وندافع عنهم، وأن نمسك عما حصل بينهم. شكرا لك شيخنا الغالي، ما قصرت. والحلقة هذه هي محتاجة أصلا جزء ثاني، ولكن قواك الله شيخنا. الله يحفظكم. الشكر أيضا موصول للسادة المشاهدين على حسن استماعكم وأيضا مشاهدتكم لنا. أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.